أنا عمر فرج وأنا أصلا زملكاوي. من الآخر من الآخر مجلس إدارة الزمالك بيفاجئنا زي ما حصل في فترة الانتقالات الشتوية بتاعت السنة دي، بتاعت أول السنة. نفس النظام ونفس المفاجآت اللي مجلس الإدارة بيفاجئها. إيه؟ إن إحنا موقوف لنا قيد، وجمهور الزمالك كله بيتساءل: هنفك القيد ولا هنجيب لعيبة ولا هنسدد اللعيبة القديمة ولا هنعمل إيه؟ واحنا داخلين على موسم كارثي. ده كان اللي بيتقال في يناير اللي فات. الزمالك قدر يفك القيد، جاب 10 صفقات، نجح منهم 6، في 4 موفقوش، بس سندوا الفريق وخدنا قدرنا نحصل على الكونفدرالية في موسم كان شبه كارثي، بس قدرنا نحصل عليه في بطولة أفريقيا الكونفدرالية. في فترة الانتقالات الصيفية نادي الزمالك موقوف له قيد، ومفيش فلوس، وفي مشاكل، وفي نصايب كتير. جمهور الزمالك قلقان، جمهور الزمالك بيتساءل مجلس الإدارة هيعمل ايه، وكلنا هاجمنا مجلس الإدارة وانا اولكم. طلعت وهاجمت في مجلس الإدارة في حاجات كتير، بس صراحة ربنا مجلس إدارة حسين لبيب، الكابتن حسين لبيب بيفاجئنا. فك القيد، حل الأزمات. تعالى بقى خش لي على الصفقات، ومش أي صفقات، صفقات الناس كلها بتتكلم عنها، صفقات بإذن الله هتدعم نادي الزمالك وفرقة نادي الزمالك وهتقوي من تيم الزمالك، وإن شاء الله ده اللي بنتمناه، وبإذن الله ده يحصل. نادي الزمالك أعلن عن صفقة محمود بنطايق، اللاعب المغربي، مركزه باك ليفت، طبعا عشان فتوح ربنا يفك ديته. يعني قلنا بقى خلاص كبرنا صفقة او اتنين كمان محليين وخلاص، شكرا على كده وبارك الله فيما رزق. لا، ازاي؟ كابتن حسين لبيب ومجلس إدارة نادي الزمالك بيفاجئنا أكتر وأكتر، بيدعم في خط الهجوم. الصفقة التانية لنادي الزمالك عمر فرج، اللاعب الفلسطيني اللي النادي الأهلي كان بيتفاوض معاه، بس قدر نادي الزمالك ان هو يخلص مع عمر فرج ويبقى لاعب في نادي الزمالك، وعمر فرج زملكاوي. بس كده هنسكت على كده خلاص؟ يعني جبنا باك ليفت ومهاجم؟ لا، ده في صفقة تالتة وخلاص، بس لسه الإعلان الرسمي ما اتقالش. أرم، اللي هو أرون بودنيزا، ده ولا اسمه تقيل شوية كده. ده لاعب دبابة، دبابة بشرية. يعني اللي احنا شفناه ده لعيب يعني بياكل الأخضر واليابس. ده خلاص بشبه يعني شبه رسمي خلص في نادي الزمالك، بعد ما ايه، ما كله طلع قال لك ايه، لا الصفقه باظت، الصفقه باظت، الصفقه ما فيش، اللاعب ده جاي ما فيش. اللاعب بيخلص في نادي الزمالك، وان شاء الله على الاسبوع الجاي باذن الله، ده الكلام اللي بيتقال يعني. والصفقه خلصانه اصلا، الاعلان الرسمي عن اللاعب ارون بوتنيزا. ادي تالت صفقه. دول التلاتة يعني اللي خلصوا خلاص، يعني اتنين رسمي وواحد لسه الاسبوع الجاي هيعلنوا عنه بشكل رسمي. يعني كده دعمنا في باك ناحيه الباك ليفت والهجوم. وارون بودنيزا بيلعب برضه، بيلعب يعني في الناحيه، في الحته اللي قدام دي، ممكن يلعب مهاجم، ممكن يلعب وينج يمين وينج شمال، يعني هنستفاد منه. ولسه في تاني ولسه في تاني، ما احنا مش هنسكت على كده. ما هو مجلس حسين لبيب، اللي كابتن حسين لبيب بيفاجئنا وكل مدى بيفاجئنا. انا عايز بقى يعني باذن الله تعالى السوبر زملكاوي ان شاء الله، بعد الدعم ده مع اللعيبه اللي عندنا السوبر يبقى زملكاوي. انا واثق وعارف ان جمهور الاهلي خايف من مباراه السوبر اكتر من جمهور الزمالك. انا واثق وعارف، رغم ان احنا اللي قلقانين ليه. انا عن نفسي انا بتشائم من ماتشات الاهلي والزمالك، بتشائم، لان انت مهما تكون عالي عليهم قوي هم بيكسبوك.
حظ بقى، تحكيم، اي حاجة هم بيكسبوك. بس باذن الله احنا عندنا ثقة في الله ان الماتش الجاي هيكون من نصيبنا، ماتش السوبر الافريقي، والبطولة هتبقى زملكاوية وهنفرح بيها، وهنفرح بالبطولة، واول بطولة في بداية الموسم مع الدعم الجماهيري والصفقات دي. لا ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك هيرجع تاني الموسم الجاي بشكل اقوى واقوى واقوى، ويبقى يعني مش عايز اقول لكم يعني يعني احنا يعني بندعي ربنا ان الزمالك السنه يعني بدايه الموسم ده مع الصفقات الجديده دي ان شاء الله اللي هي تنجح مع الفريق وتدعم الفريق. لا نادي الزمالك يبقى حاجه تانية. نادي الزمالك شويه هدوء واستقرار وفلوس هنقضي على الكل، هنقضي على الكل، وهو ده اللي مش عايزه النادي الاهلي ولا جماهيره. ليه؟ ولا بيراميدز حتى. بيراميدز يعني النادي اللي هو عايز ينطرك باي طريقه، اللي عايز ينطرك باي طريقه، ورافض ان انت يعني الصديق اجوله. يعني انت كنت داخل في مفاوضات معاه، دخل خلص فيه باربع لعيبه، باربع لعيبه غير تقريبا دفع فلوس كمان. يعني هو عاجبه ايه؟ ان انت بعيد عن المركز التاني في الدوري، وعايز ينطرك عن المركز التاني، عايز يبعدك خالص. بس على مين؟ ده احنا نادي الزمالك يا بيراميدز، ده انتوا يعني خدتوا الكاس وباركنا لكم. بس باذن الله الزمالك راجع وهيحط على الكل. نادي الزمالك راجع وهيحط على الكل، وان شاء الله باذن الله تعالى بدايه الموسم هتبقى بدايه نار، بدايه من ماتش السوبر، ونقول يا رب والنبي يا رب استرها. وباذن الله السوبر هيبقى زملكاوي زملكاوي زملكاوي. كل الدعم لنادي الزمالك، كل الدعم لمجلس إدارة نادي الزمالك. شكرا يا مجلس إدارة نادي الزمالك اللي انت في ظل الأزمات وفي ظل الكوارث اللي فيها نادي الزمالك ده، اللي فيها نادي الزمالك حاليا، وربنا يستر من مستقبلا ما يجيلناش اي خوازيق تانية، وده المتوقع الفترة الجاية. بس يا ريت تقدروا تحلوا اي خازوق جاي في السكة، عشان احنا تعبنا من كتر الخزوقة، احنا تعبنا من كتر الخزوقة. مش كل فترة قيد ويقف لنا قيد، نرجع نحارب ونعافر ونقعد نقول نضرب اخماس في اسداس، هنفك القيد ولا لا؟ هنجيب لعيبة ولا لا؟ مجلس الادارة مع رجال الاعمال اللي هي بتدعم نادي الزمالك وبتحب نادي الزمالك، لا ان شاء الله يطلعوا نادي الزمالك من الازمه اللي هو فيها دي. وحته الصفقات اللي جت نادي الزمالك ده، ولسه في صفقات تانية، ولسه في اسماء تانية كتير جايه، وان شاء الله فريق الاحلام راجع تاني، وفريق اللي هو يعني اقوى فريق في افريقيا راجع تاني. لا ان شاء الله نادي الزمالك هيبقى حاجه تانية. بس سيبوا نادي الزمالك في حاله، وسيبوا استقرار نادي الزمالك في حاله، وادوا نادي الزمالك حقه، بس مش عايزين اكتر من حقنا. اعطوا الزمالك العدالة الكروية، واجعلوا باقي الفرق يتنافسوا على باقي البطولات. الله يرحمك يا كابتن، يا محمود، يا جوهري، يا اهلاوي، انت قلتها كلمة رصينة. اشوفكم على خير في القادم ان شاء الله باذن تعالى. السوبر زملكاوي. السلام عليكم. أنا عمر فرج وأنا أصلا زملكاوي.